السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم أنا وياكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. نبدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم الفيديو كلش حلو أكيد حتحبوه. فبداية الفيديو هذه الصالة مالت أهلي، يعني أنا اليوم يم أهلي وهذه الصالة مالتهم. فأنا مثل ما قلت لكم أنا من أجي يعني أسوي تعزيلات هاي الأشياء، لأنه ماما خطية يعني والله ما ينطيني قلبي يعني وحيدها وهاي الأشياء وهاي الأشياء كلها عليها. فهنا أنا قعدت من الصبح كانوا نايمين، فدرت هذا التخم سويته هاي القعدة التركية، يعني سحلته وعلى كيفي لحد ما كملت. وهذا الشكل النهائي شنو رأيكم بيه بنات؟ وهالفترة يعني كلش عاجبني أجيب دجاجات يعني مال عرب، و يعني ويكركين ويصير عندنا فروخ وهاي الأشياء. شنو رأيكم بنات؟ كتبولي آراءكم وشون يعني تحافظون عليهن وشنو تعطونهن أكل وهاي الأشياء، فشجعوني لو لا. وهنا أنا خليت هذا الموكيت صارت كلش حلوة. وشنو رأيكم بالصالة بنات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا أنا بالليل طبعا أني كانت عند أهلي وحدة من هاي السنادين بيها صبار، فأني مزارعة يعني هذن الورد الصباح، وأخذت الصبارة كانت عند أهلي يعني بيها هواية كانت ما مجذرة، وأنا عندي من هاي السنادين يعني هواية. من جيت جبت لهم وياي ذني السنادين، وأنا هناك يعني جذرت هذا الصبار، فصار هنا يعني صبار ووحدة ورد الصباح. أوكي بنات، فهاي ورد الصباح يعني من دا أجي يعني مو دائما أنا أجي، فشوية أبطي يلا أجي لأهلي. من جيت يعني لقيتها ما شاء الله صارت كلش حلوة، فبديت آخذ من عندها وأجذر. فهنا كل جاية أسوي وحدة علبة من هاي مال الروبة السندانة وأجذر بيها. فهمتوني بنات؟ أنا كلش أحب هذا ورد الصباح، لأنه حلو ما يتعبكم يعني، انتو بس تخلوا له مي وها هي. فهنا شوفوا وهنا هو موسم يعني الشهر الرابع هو موسم تكاثر الصبار طبعا. فهنا باعوا شلون طالع بيهن. فهنا أني آخذ أقصها بس يكون جذرها شوية سمين، مو تاخذونها من النهايات، لا إذا من النهايات فتموت بسرعة وما تطول، فاخذوها من النهايات شوية يصير جذرها سمين، وفد هيك يعني إصبع أو إصبع ونص هذا الأوراق اللي بيها كله وخروه حتى يصير ساق بدون أوراق. بهاي الطريقة يعني راح تعيش عندكم وتصير بسرعة هيك يعني. فهنا أنا قمت آخذ من ورد الصباح أشوفها اللي جذرها شوية سمين يعني، وأوخر الأوراق مالتها وأزرعها. احنا بالمشاتل هاي السندانة الوحدة مال ورد الصباح مثل هاي يمنا 2 ب5، فأني قلت تعالي من أنا كل ما هاي أجي يعني لأهلي أنا أجذرها. باعوا بنات شلون حتى الصبار شلون طالع بيه. وهذه السندانة ذي جيتي سويتها، فكل جاية أنا دا أسوي وحدة. شوفوا دا أخذ من هاي السنادين اللي مسويتها يعني. باعوا بنات ودا أسوي بهاي السندانة الجديدة.
وأني حبيت أجيب الدجاج العرب من بالشتا، يعني حبيت أجيبهن، بس قالوا الشتا ما يبقى بيه دجاج العرب يموت. فما جبتهن، قلت إن شاء الله عالصيف. فشنو رأيكم بنات، أجيبهن لو أتورط بيهن؟ والله أنا بالنسبة إلي كلش حابة هالفكرة، وإن شاء الله يعني حجيبهن، بس يعني كتبولي تجاربكم، أجيبهن لو لا. وشوفوا بنات هيجي يعني أوخر الأوراق من عندهن، يعني أصبع ونص هيجي، يعني أخليه ساق بس حتى ينزرع، وإن شاء الله تنجح الطريقة عندكم. وسويتها بهذا الشكل. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكل حلو منظرهن. أني أحب أستمتع وأفرح بكل الأشياء اللي عندي ولو كانت بسيطة، بس أحب أفرح بيهن وأعيش اليوم مثل ما هو، والحمد لله على كل حال. وهنا فتحت الكنتور لقيت ماما خطية جابت لي هذين العصاير. وهنا يكون الفيديو خلاص، أشوفكم بالفيديوهات الجاية، مع السلامة.